يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عارف الإحساس لما يكون عندك شغل كتير بس مفيش أي طاقة تشتغل، بتحاول تقنع نفسك تبدأ بس تحس إن جسمك وعقلك ضدك، ده غير الإحساس بالذنب اللي بيزيد كل ما الوقت بيضيع. أنا شخصيا عشت اللحظة دي كتير، بس اكتشفت شوية حلول بسيطة بتخليني أشتغل حتى لو الشغف في النازل والطاقة صفر، وده اللي هقولك عليه النهاردة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكبر غلطة بنقع فيها إننا بنستنى المزاج الصح أو الشغف عشان نشتغل، ودي أكبر خدعة. الشغف مش بيجي الأول، الشغل هو اللي بيخليه يجي. جرب تبدأ حتى لو مش حاسس بأي حماس، وهتتفاجئ إنك دخلت في المود تدريجيا. لما تحس إنك مش قادر تبدأ خدها ببساطة، قول لنفسك هعمل بس حاجة صغيرة جدا، حاجة تافهة حتى. يعني مثلا لو عندك مقال تكتبه ما تفكرش تخلصه كله، قول هكتب أول جملة بس. عارف إيه اللي هيحصل؟ أول ما تبدأ هتلاقي نفسك بتكمل من غير ما تحس إن شاء الله. قول لنفسك هشتغل بس 5 دقايق. الفكرة هنا إنك بتخدع عقلك، لأن 5 دقايق مش وقت كبير أصلا، فالمهمة مش هتبان صعبة، وده يخليك تبدأ. بس بعد ال5 دقايق 90% من الوقت هتلاقي نفسك مستمر تلقائيا. لو قاعد في نفس المكان طول اليوم ومش عارف تشتغل، الحل بسيط، قوم غير مكانك، اشتغل من كافيه أو ورك ستيشن، اقعد في مكان مختلف في البيت، أو حتى جرب تشتغل وانت واقف. المهم اعمل حاجة جديدة انت مش واخد عليها. التغيير البسيط ده بيعمل فرق خرافي في المود والتركيز بإذن الله. التحفيز ممكن يكون حاجة صغيرة جدا، زي انك تشرب مشروبك المفضل وانت شغال، او تشغل قرآن، او تسمع اناشيد، او تسمع حاجة انت بتحبها طالما هي حلال مش بتغضب ربنا سبحانه وتعالى بعد ما تخلص جزء من شغلك. الحقيقة هي انك مش لازم تكون متحمس طول الوقت عشان تشتغل، بس لو عرفت تتعامل مع لحظات الكسل وفقدان الشغف هتنجز اكتر بكتير من غير ما تحس ان شاء الله. جرب واحدة من الطرق دي وقولي في الكومنتات ايه اكتر حاجة نفعت معاك، وما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. اشوفكم في الفيديو الجاي، وما تنساش كلام النبي صلى الله عليه وسلم: واستعن بالله ولا تعجز. معاكم عبد الرحمن شريف، والسلام عليكم.